السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم اخصائيه التغذيه رضوى عكاشه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. عايزه تخسي من 10 ل 15 كيلو في الشهر؟ تعالى اقول لك ازاي. اول حاجه تقطعي الرز والعيش والمكرونه والسكر والحلويات والدهون وبعض الفواكه والجبن وكل حاجه. حسيتي بخنقه، حسيتي باكتئاب دلوقتي، طب هتكملي في الدايت ازاي؟ هتاكلي ايه؟ هو ده السبب بالظبط اللي بيخلي الناس تكره الدايت وتكره انها تكمل فيه. كل ما تحاول تبقى اسرع في ان انت تخس اكتر، كل ما هتقع، كل مش هتقدر تكمل اصلا في الدايت. طب الحل هو ايه؟ الحل هو ان انت تعمل دايت متوازن مناسب لحالتك الصحية. دايت يخليك تشوف نفسك قدام المراية قبل وبعد، يخليك تشوف مقاساتك بتخس قد ايه. دايت يخليك تحب نفسك. احنا قلنا قبل كده ان الدايت رحلة، لازم تحب الطريق اللي انت ماشي فيه، تتعلم تحب نفسك، تتعلم تحب جسمك، تتعلم تختار صح. نوعية الأكل من أهم اختياراتك، تتعلم إزاي لو بقيت في أكبر عزومة تختار أكلك صح. لو عايز تعرف تتعلم كده كلمني. وكمان لو مش عارف، أنا هقولك على شوية نصايح دلوقتي تتعامل بيها. أول حاجة، نص الطبق بتاعك دايما يبقى خضار. لازم أتعلم أشرب 3 لتر مية كل يوم، ما زودش في الكافيين أكتر من مرتين. لازم أحط البروتين بتاعي في اليوم، لازم أزود نسبة البروتين. لو انا كل مشكلتي ان انا باكل بالليل، اخر وجباتي، المهم ان انا باكل اكل صحي. اخر حاجة ان انا اعمل تحاليل واطمن على نفسي واشوف ايه اللي ناقص في جسمي من الفيتامينز والعناصر واخدها عشان ما يحصليش مشكلة في مرحلة النزول في الوزن.